سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله صحتكم يا ربي تكون لاباس. شوفوا اليوم كاين لا طبخه لا وصفه لا اكل عينا منهم. روحوا شويه التدابير ولا الافكار جيتكم فكره جد رائعه رائعه وفادتني انا بزاف بزاف، نقصت عليا جزء كبير كبير من التعب. الفكره هذه عن كيفيه كيما نقولوا غسل مناديل المطبخ. على بالي اكل تغسلوا، لكن انا الفكره هذه بمكونات جد بسيطه نحيت عليا جزء كبير كبير من التعب، والجزء الكبير هذاك حنا نضل نحكو ونغسلو وما يخرجوناش مليح. بصح بالاسرار هذه ولا بالمكونات هذه راح تجيكم نتيجه جد رائعه، يعني راح تفرحكم. احنا اصلا عاده المناديل تاعنا طيبوا كسره وخبي، طيبوا مطلوع وخبي، والله ما نغسلوهم دائما، ما نكذبوش على بعضنا، والله غنطيبوا بهم وخبي طيبي وخبي حتى ننساوه مره. بصح بالطريقه هذه اللي هنا نقري ما تحركت الماء السخون يغلي وانا حطيت يدي. حسناو الطريقه هذه اللي حنمد لكم راح تنحي لكم جزء كبير من التعب. اول حاجه نقولوا بسم الله. التغبيل هذا كل بيض قلت بسم الله. نجيبوا قدره عادي، نجيبوا المناديل تاعنا اللي حاسينهم يعني متسخين بزاف بزاف، يعني طولنا ما غسلناهمش. نجيبوا القدره تاعنا نحطوا فيها كميه تاع ماء ونخليوها تغلي. دوك كاينين يقول لك ها القدره وكيفاه القدره واللي حطت فيها الطراشن وما نغسلوش فيها الطراشن مش نورمال. الطراشن هذوك طيبنا فيهم المطلوع وطيبنا فيهم الكسره، هي خصها يعني كي نحطوا فيهم المطلوع ونقرصوا عليهم وبعد ناكلوهم ما نقولوش ها كي درنا في البوبيطه ولا في القدره نقولوا خا مجين ما كاينش منها نورمال. وكل واحد كيما نقولوا كل واحد رايه وكل واحد الفكره تاعو وكل واحد فيه يحب يدير. حطيتهم من لهنا طراشن تاوي في ما يغلي وزدت عليهم المكون هذا، والمكون هذا الكريستو معروف، كانوا بكري يستعملوا جدودنا، بكري يستعملوا امهاتنا، يعني والله عنده اثر جدا رائع. شوفوا من ناحيه ناحيه الوسخ، من ناحيه نحي هذوك الطبايب، ومن ناحيه يخلي فيهم واحد الرائحه ماشي كيما نغسلوهم بالصابون ولا بانواع الصابون ما كاينش منها. بصح الكريستو والخل والله غير فكره جد رائعه، والنتيجه كانت ولا اروع. دوك تشوفوها بعينيكم، دوك تشوفوا نتوما كميه الاوساخ اللي رايحين يخرجوا من الطراشن. رايحه نزيد عليهم المكون الثاني واللي هي جيبوا اي نوعيه تاع صابون عندكم، يعني اللي خاص بالملابس، راهم كاينين انواع كثيره، احكموا ربيوه وحطوا كميه. هنا بالنسبه للمقدار ما نقدرش نعطيكم حسب الكميه اللي رايحين تغسلوها نتوما تاع المناديل، وهي قد ما تكثروا قد ما خير وخير. هذو هما المكونات واللي قلت لكم: الخل والكريستو والصابون، يعني اي نوعيه تاع صابون قلت لكم راهم انواع. خليوهم يغليوا مده ربع ساعه 20 دقيقه، ما تقويوش النار بزاف بزاف، خليو النار كما نقولوا متوسطه. وشوفوا الطراشن تاعي اصلا نسيت باللي قلت لكم ما قلت لكمش باللي الكريستو راه محافظ جدا على الالوان، راه يحافظ على الالوان. بالاضافه قلت لكم ينحي لكم كما نقولوا الفعاليه تاعو. شوفوا لهنا طاشن راهم قدام عينيكم، الماء لهنا مازال شويه سخون، لهنا شوفوا حكيت غير شويه قدام عينيكم فقط، من بعد رحت شللتهم. هذا ما كان، ما تعبتش، ما حكيت، ما تعبت، ما عييت فيهم. يعني فكره طريقه فادتني انايا، لعلها تفيدكم انتم وتعجبكم. شوفوا هنا نحك قدام عينيكم كيما نقولوا حكا زوج وخلاص، هذا ما كان. والنتيجه والله غا كانت ولا اروع، غير بمكونات جد بسيطه وراح تنحينا التعب. ميم كنا غسلوا المناديل تاعنا باي نوعيه تاع صابون راح تقعد فيهم واحد الرائحه ويجيو ما على باليش كيف ما يجيوش كيما هكا. انا غسلت بالانواع الصابون بصح كيما هذا والله ما جاتني نتيجه. شوفوا الله يبارك، يعني قلت لكم الله يبارك وش يبارك، يعني كميه الاوساخ يعني كيما نقولوا حاشاكم. المهم يعني هما راهم غير تاع زيت والعجينه اللي تزقنا في المطلوع ولا كسره. شوفوا لهنا نتيجه جد رائعه، شوفوا الالوان والله غير تقول لونتهم. شوفوا هنا ما شاء الله، قلت لكم بدون تعب غير بطريقه جد بسيطه. دوك هنا انا حكمت شللتهم فقط، هذا ما كان، ما حكيتهم ما والو، قدام عينيكم فقط نحيت هذيك الاوساخ الطبايبه دوك الزايده ورحت شللتهم مليح بماء عادي وحطيتهم ينشفوا. ما نكذبش عليكم انا ما نحددهمش، كاين اللي يحبوا يحددوا عشان انا مانيش كيما نقول ما نحددهمش طول، ما نكذبش عليكم نكسلهم مليح ونحطهم ينشفوا ومن بعد نجي نطبقهم ونخبيهم. يعني خبيهم في المنظفات هذو، يعني ما كاينش الدار ما عندهاش المنظفات هذو، منظفات يعني كيما نقولوا بفائده كبيره.
لهنا نعدت لكم شفتوا خي كيعودوا الالوان في الاصفر يبان الوسخ، وفي نعدت لكم في الاحمر ثاني يبان الوسخ يبان زيت، بصح خي شفتوا النتيجه قدام عينيكم. يعني النتيجه ولا اربع. هنا دوك نطبقهم عادي ونخبي قلت لكم ما نحددهم ما والو، نطبقهم عادي والنتيجه راهي قدام عينيكم. فكره جدا رائعه، نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها، راح تشوفوا اكيد كميه الاوساخ والنتيجه راح تجيكم رائعه. ما بقى لي غير لكم ان شاء الله الفيديو هذا يعجبكم، ان شاء الله الفيديو هذا يفيدكم. لا تنسوني من صالح دعائكم، لا تنسوني من التعليقات واللايكات. الى فيديو اخر، الى وصفه او فكره اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.